السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حبدأ بقول إنه من زمان ما سويت بث مباشر على الفيسبوك، فأنا مقصر معاكم، ما عودتكم على البث المباشر، وهذا خطأ كبير من طرفي أنا. عموما أنا ما أدري هل يتابعني بعض المغاربة ولا لا، لكن أنا دائما في أكادير، وأحيي أهل المغرب كلهم وأسلم عليهم واحدا واحدا، وأهل كرم ولطفاء، وأنا معاشرهم وعارفهم وأعرف الطيب اللي فيهم وأعرف كل شيء حسن فيهم. وكل الشعوب سبحان الله، كل الشعوب فيهم الخبيث وفيهم النقي وفيهم الجيد وفيهم السيء. يعني مثلا إحنا في السعودية البعض قد ينظر نظرة خاطئة، البعض ينظر نظرة خاطئة لمن يذهب إلى المغرب، إنه رايح المغرب مثلا ربما يبحث عن الخراب عن الفساد. طيب الخراب والفساد في كل بلد موجود، والخبيث موجود والطيب موجود، حتى على أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يقول ليميز الخبيث من الطيب. على أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم هناك الخبيث وهناك الطيب. ودائما سبحان الله استشهد بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فكل واحد ومزاجه، فين رايح، فين أنت مهاجر، إيش عندك، أنت مسافر، إيش قاعد تسوي، أنت فين قاعد تتمشى، فين قاعد تروح، إيش هدفك، إيش نيتك، إيش أفعالك، إيش أقوالك. فاللي يبغى الشرح يلقاه، اللي يبغى الشرح يلقاه قدام عينه موجود، واللي يبغى الخير حيلقاه ولا حيشوف الشر. يعني أفتكر جيت حتى مرة المغرب مع الأهل، مع زوجتي وولدي، وحتى الأهل كانوا شوية مستغربين، قالوا ما وجدنا الصورة النمطية التي كنا نظنها، قالوا في المغرب كذا وكذا ما وجدناها. فهذا يعني هذه الفكرة، أن الواحد اللي يبغى الشرح يلقاه واللي يبغى الخير يلقاه. والمغرب سبحان الله اللي تعلمته عن المغرب أنه المغرب بلد خيرات، فيها من الخير الشيء الكثير، بلد خيرات، أرض مباركة، فيها من الثمار وفيها من سبحان الله خيرات متنوعة في الفلاحة، في الزراعة، الأرقان، منتجات، والشعب كما أسميه أنا أصحاب حلول، ما شاء الله عندهم حلول لأشياء كثيرة. فاخترعوا هذه المنتجات التجميلية واخترعوا كذا وكذا، وهذا من الكفاح ومن العمل ومن الشغل، وهذا شيء طيب وشيء جيد. فلذلك الواحد يجي هنا يتعلم منهم ويعرف منهم هذه المعاني السامية في الحياة، معاني الكفاح والحلول والمبادرة والنجاح. الواحد يحتاج إلى هذه الأمور، والسفر بغرض تعلم الثقافات وتعلم المعاني السامية صدقوني حيفرق كثير كثير في تجربة الإنسان. يعني الإنسان اللي يسافر ويتعلم وخلال سفره يحتك بالناجحين من أرض هذه البلد حيتعلم كثير، ويوصل به العمر 30-40 سنة وقد تعلم أكثر بكثير بمراحل ممن هو في عمره ولم يسافر ولم يذهب ولم يتعلم ولم يجرب ولم يحاول. وفي الحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن لابد يكون قوي، القوة قوة الشخصية، قوة الإيمان، قوة العلم، قوة التجربة، قوة الخبرة، المهارة، قوة المال والغنى، كل شيء تستطيع أن تكون قوي فيه وتصبح قوي فيه، والله هو القوي العزيز. وأن تستمد قوتك من قوة الله سبحانه وتعالى، وتعلم أنك عبد ضعيف، لكن تأخذ بالأسباب لكي تكون قويا، وتقول يا رب أتقرب إليك بهذه القوة التي أنت أعطيتني إياها، وإن شئت سلبتها مني، وأريد أن أكون قويا حتى تأجرني على ذلك. فتتواضع لله سبحانه وتعالى. حينها يكون سعيك للتحصل على هذه القوة مبارك.
وحينها تؤجر على سعيك. يا أخي أنت في الدنيا وقاعد تسافر وتروح وتجي وتعمل وتشتغل وتكدح وقاعد تؤجر. الأجر ليس فقط في صلاة وصيام فقط، مع أهمية ذلك طبعا، لكن أنا ما أتكلم عن الأشياء البديهية الأساسية الواضحة. أنا قاعد أوضح لنفسي ولكم أشياء نحتاج أن يكون فيها تذكير. فالإنسان الذي يعمل ويكدح لدنياه، يعمل ويكدح لدنياه ويشتغل ويحارب كل المصاعب وكل العقبات، يحاول أن يتجاوزها، أمور دنيوية بحتة، رزق من الله وعمل وبيع وشراء وكله عمل دنيوي، لكن إيش؟ بنية صافية. إيش هذه النية الصافية؟ نية أن يغنيني الله سبحانه وتعالى فلا أسأل الناس، أن أغني أهلي فلا يسألون الناس. يعني كفى بالمرء إثما، هذا حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ومن الضياع ضياع المال، يعني أخلي أهلي يحتاجون إلى الناس ويسألون الناس؟ ما الذي يذهب ويسأل الناس ويحتاج إلى الناس قد يذلوه الناس، قد يستغلوه، قد يبتزونه، وهذا موجود بكثرة. فالإنسان لابد أن يكون ناجحا في حياته. هذا المؤمن يكون ناجحا في حياته الدنيوية كما هو ناجح في حياته الأخروية. أما قضية أنه لا والله نتكلم فقط عن النجاح الأخروي وعن الصلاة والصوم، وكأن الحياة كلها فقط مسجد وقرآن، يبقى الإنسان يقرأ في القرآن ويبقى في المسجد طوال عمره، هذا من الكلام والتصور الخاطئ. قد يكون الإنسان يصلي في المسجد ويقرأ القرآن، يتفرغ، مثل ما أنا في رحلة في السودان قبل أسبوعين في خلاوي الخلوة، يذهب الطلاب فيها يبقون في المسجد 4 سنوات يتعلمون القرآن، يخرجون حفظ كتاب الله ممتاز، لكن بعد ذلك إيش؟ يذهبون إلى المدرسة ويعملون وهكذا. فلا بد الإنسان يكون ناجح دنيويا أيضا، وهذا ما علمنا إياه محمد صلى الله عليه وسلم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنا أتزوج النساء، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنا أقوم الليل وأنام وأنا آكل وأشرب، ردا على من يقولون نحن سنقوم الليل ولا ننام ولن نأكل ولا نشرب ولن نتزوج. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه، صلوا وسلموا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد كان يهمه أن يعلمنا كيف نعيش الحياة الدنيوية أيضا، وكيف ننجح في حياتنا الدنيوية. ألم يقل صلوات ربي وسلامه عليه ساعة وساعة، ساعة وساعة؟ لا بد الإنسان يكون عنده هذه الموازنة. أين هي هذه الموازنة؟ ولماذا الناس قد يحملون غيرهم ما لا يطيقون؟ أنا أعطيكم مثال واحد، مثال بسيط يعني. في الانستغرام أمس، شوف أنا أعطيكم مثال سريع. أمس في الانستغرام أمس ربما صورت في الستوري حق الانستغرام إنه أنا الآن في المغرب وكذا، وإحنا شغالين وخدامين في الزيت ديال الأرقان، زيت الأرقان. فجاءت من أرسلت وقالت أنت تستغل الدعوة للتجارة. طبعا أنا لا أرد على أحد، بس شفت الرسالة وأنا في نفسي صراحة أقول يعني أسأل الله أن يهديها وأن يغفر لها. يعني ليش هي تحمل نفسها هذا الإثم، أنها تتهم شخصا باستغلال الدعوة للتجارة ولا كذا؟ ليش أحمل نفسي ما لا يعني أنا شخصيا، أنا هذه قناعتي، أنا تكفيني ذنوبي، أجي أتهم هذا وهذا وهذا وأتكلم في نية هذا وهذا. والشيء الثاني، يعني الإنسان الداعية، ما معنى إنسان داعية؟ هل معناها أن يكون كما قلت قبل قليل، أن يكون في المسجد لا يخرج من المسجد وملازم للقرآن؟ ربما يوجد من الدعاء من هم كذلك، والله هؤلاء
وإن وجدوا أقول والله أسأل الله أن يجمعنا بهم في الدنيا والآخرة على خير. يعني الشخص يتشرف بمعرفتهم وأيضا بالجلوس معهم. لكن حقيقة الأمر والواقع أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مطلوبة من كل شخص. طبعا قبل ما أكمل كلامي، هل صوتي واضح؟ لأنه فيه هواء وأنا في البحر فالهواء إزعاج. فهل صوتي واضح؟ أنا ما سألتكم، أنا قاعد أتكلم ولابس نظارات مني قاعد أقرأ التعليقات بشكل جيد. فقولوا لي إذا الصوت واضح عشان أكمل في الاسترسال وفي الكلام وفي التمشية. فأنا بكمل كلام وبقرأ ردودكم لأن تجيني متأخر. فإيش كنت أقول؟ سبحان الله. إيه يعني الداعية هو إنسان يدعو إلى الله، وكل مسلم، شوف 1.5 مليار المليار كلهم لابد يكونوا دعاء إلى الله بالقول الصحيح، بلغوا عني ولو آية، بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر. ومع ذلك لازم في منهم التاجر، في منهم الطبيب، في منهم المهندس، في منهم اللي ما له عمل، في منهم اللي فقير، في منهم الغني. أما إذا أردت أن تدعو إلى الله بعد عن التجارة وبعد عن الشغل وبعد عن كذا، فمعناها نحن نطالب الناس بما لا يطيقون، ونحن نطالب الناس بما نحن لا نطبق، وهذه مشكلة. طيب الجميع يقول إنه الصوت واضح 100%، وكثيرين قاعدين يسلمون، ويعني أنا قاعد أشوف كثيرين ممن يعلقون يرحبون بي في المغرب وفي أكادير. فأنا أعيد الترحيب بكم يا أهل المغرب، وأقول ما قلت في بداية الفيديو أن أهل المغرب كرماء ولطفاء، والله يعمرها دار، ناس والنعم فيها، وناس طيبين وناس كرماء، فما شفت منهم إلا كل خير. ومنطقة سوس والشلوح صراحة منطقة كرم، والإنسان يفخر بوجوده هنا. عموما كما أقول لكم، يعني في تناقض عند كثير من الناس. يا الداعية خلك في دعوتك، طيب معناها الدعوة إلى الله هو الإنسان الذي يعيش في المثاليات؟ ليس هذا ما تعلمناه. لا توجد مثاليات إلا عند الأنبياء. المثاليات عند الأنبياء، والأنبياء أنفسهم كانوا يمشون في الأسواق. الأنبياء من عصمهم الله سبحانه وتعالى كانوا يمشون في الأسواق مثلهم مثل الناس، ومنهم من كان يرعى الغنم، ومنهم من كان يتاجر، وعلى رأسهم محمد صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم صل وسلم على محمد. ما أدري، تحمست في الكلام، والجو صراحة يساعد على الحماس، والله الكلام هذا كله ما حضرت له شيئا، وأنا شغلت اللايف وأنا ما في بالي موضوع، لكن قلنا نتمشى معكم. مشتاق لكم والله بزاف، شوق، لأنه من زمان ما فتحت اللايف معاكم، وهو تقصير مني أنا. ربما ولعلكم تشجعوني، ينبغي أن أكثر من هذه اللقاءات المباشرة معكم، ولعلنا بعدين يعني نشوف بعض المواضيع الحلوة اللي ممكن الواحد يتكلم فيها. لكن الله مستعان، أخوكم إنسان على قد حاله، أتكلم بالشيء اللي أعرفه وبالشيء اللي أقدر عليه، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الكلام. حتى تعلمت من بعض المغاربة هنا بعض الجمل الحلوة وبعض الأفكار الحلوة، فمثل كلمة المعقول، يعني الإنسان يتعامل بالمعقول، كلمة حلوة جميلة تعلمتها من بعض الحكماء هنا في المغرب. كلمة ما أدري سمعتها كم مرة وكذا، الآن أحسها غيرت في مفهومي للحياة، إنه بالفعل الإنسان يتعامل بالمعقول في دنياه وفي آخرته. أنت في آخرتك يا أخي اسعى وتب إلى الله وأصلح حالك وادعو إلى الله بالمعقول، وما عليك من الناس ولا عليك من كلام الناس، والأمر عند الله. الأمر في النهاية مرده إلى الله. أنا لمن أتعامل في الدعوة ويهمني ويغيظني كلام فلان ولا فلان، مشكلة، قد يكون في نيتي خلل، كأني أهتم وأرغب وأطمح إلى هذا الكلام. لا أبدا أبدا. طموحك
وغايتك ورغبتك الله سبحانه وتعالى فقط، خلاص. وتعامل بالمعقول حتى في دنياك، خذ بالأسباب، عمل، تجارة، خدمة، اشتغل، وسيأتيك نصيبك ما هو مقدر لك من الرزق، بس أسأل الله أن يكون حلالا طيبا. والله لو جاك الرزق حلال فأنت في نعمة كبيرة من الله. حلال، عود نفسك على اللقمة الحلال، عود نفسك على اللقمة تكون حلال. اللقمة الحلال حلوة، حلوة تبلعها ترتاح فيها، ما تتعب، ما تغص في اللقمة الحلال. الغصة في اللقمة الحرام اللي فيها شبه، اللي عليها الكلام، اللي ما تكون مقتنع فيها. هذه اللقمة اللي حتغص فيها ولن تجد فيها بركة، ولن تكفيك لا أنت ولا زوجتك ولا عيالك ولا أحد. والله لو كانت 1,000,000 ريال، لو كان 10 مليون درهم، لو إيش، لو دولار يا شيخ، ما يكفيك شيء إلا الحلال. الحلال ولو كان 5,000 درهم ولا 4,000 درهم ولا، الحمد لله بركة. فالإنسان يتعامل بالمعقول، هذا المعقول، هذا رزقي، هذا قدري، وأنا أحاول أخذ بالأسباب. كيف أزيد من هالأرباح، كيف أزيد من هالدخل. الحياة جميلة، جميلة لأن من خلقنا الله سبحانه وتعالى، الله الذي خلق هذه السماء. شوف السماء كيف، واحد يتفكر، الأرض، البحر، خلق الله. الله خلق هذه الدنيا وسخر هذه الأرض لنا نحن البشر الضعفاء المساكين، خلقنا من نطفة، وسنعيش في هذه الأرض مرة واحدة. كل من يسمعني الآن ربما لن تسمع كلام لي آخر، يعني ربما ما تشوف فيديو آخر لي ولا أكلمكم، سبحان الله ما تدري، لكن هي نصيحة لنفسي ولكم، يعني واحد يأخذها. ترى قد تكون أيامنا معدودة، والأكيد أننا سنعيش في الدنيا هذه مرة واحدة بس، مرة واحدة وخلاص، ما حنعيش مرة أخرى في هذه الدنيا. سنعيش حياة ثانية، الدار الأخرى التي كثير لا يؤمنون بها. أما هذه الأرض وهذا البحر وهذه السماء لن نراها إلا في حياتنا هذه مرة واحدة، بعدها خلاص. كيف عشت؟ هل أنت راضي على ما قدمت لنفسك ولآخرتك ولأهلك؟ عيش حياتك كما تريد، كما تحب، وبس. ما بكثر عليكم الكلام، والله ترى أحس قاعد أسترسل معاكم كثيرا، لو أكمل أظل بقعد ساعتين. أنا جاي أتمشى رياضة، على بالي نص ساعة 40 دقيقة ما شاء الله معاكم. طال موضوع وبعدت، لكن الكلام معاكم لا يمل، ولعل في هذا الكلام البسيط فائدة، وأتشرف فيكم، ولعل يكون بيننا الكلام مستمر بإذن الله في لقاءات أخرى. وحياكم الله والسلام عليكم.